في عمق الصحراء المغربية. هناك مدينة اختفت من الخريطة، تاركة وراءها أسرارا غامضة وألغازا لم تحل. سجل ماسا، المدينة المفقودة التي كانت مركزا تجاريا مزدهرا. فما الذي حدث لها؟ مرحبا بك في دارك سايد عربي، حيث نكشف ما لا يريدونك أن تعرفه. تأسست سجل ماسا في عام 757 ميلادية على يد عبد الله بن ياسين، مؤسس دولة المرابطين. كانت تقع على طريق القوافل العابرة للصحراء الكبرى بين المغرب والسودان، ما جعلها مركزا استراتيجيا للتجارة. خلال العصور الوسطى أصبحت سجل ماسة مدينة مزدهرة، حيث كانت القوافل تصلها محملة بالذهب، الملح، الحرير والتوابل. سكانها عاشوا حياة مزدهرة، حيث بنت مساجدا وأسواقا رائعة تعكس عظمتها. مع مرور الزمن واجهت سجل ماسة تحديات كبيرة، غزوات متكررة، صراعات داخلية، وأخيرا زلزال مدمر في عام 1393 ميلادي. هذه الكوارث أدت إلى انهيار البنية التحتية وترك المدينة مهجورة تدريجيا. بعد الزلزال لم يعد ذكر سجل ماسا في الخرائط الحديثة، وتحولت قصتها إلى أسطورة بين الرحالة والتجار. بعض الروايات تشير إلى هجرة السكان إلى مدن مجاورة مثل ميرزا وططا، تاركين وراءهم مدينة مهجورة. في العقود الأخيرة بدأ علماء الآثار والباحثون في إعادة اكتشاف آثار المدينة. الحفريات كشفت عن بقايا المباني، المساجد والأسواق القديمة، مما يساعد على إعادة بناء تاريخ هذه المدينة المفقودة. سجل ماسا، المدينة المفقودة، تظل شاهدا حيا على عظمة المغرب وتاريخه الغني. إذا أحببت اكتشاف المدن المفقودة والأسرار التاريخية، اشترك في دارك سايد عربي وفعل الجرس ليصلك كل جديد.